السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر فيروس على الرايق وبمزاج، وهشرح لك حاجات هتفيدك جدا جدا جدا. الفيديوهات اللي فاتت شرحنا للناس اللي هي فنيين الصيانة أو اللي لسه داخلين مجال الصيانة جديد. تمام. المرة دي هنشرح للناس اللي هي المبتدئين البطيخة خالص. قاعد جنبك بطيخة مش فاهم أي حاجة، آخرك تدوس دبل كليك هنا تتفرج على اليوتيوب، تدخل مش عارف ايه، متعرفش تنزل حتى ملف من ميديا فاير. هشرح لك الحاجات دي كلها وافهمك الدنيا ماشية ازاي. الفيديو ده مش هيكون طويل، هيكون مقدمة للي احنا هنشرحه. مبدئيا انا باذن الله كده هشرح لك ازاي تتاكد ان جهازك فيه فيروسات، وان جهازك لازمه ويندوز، يعني لازم تغير له ويندوز. امتى تحس ان الجهاز بتاعك عايز تغير له ويندوز؟ تمام كده. وايه المشاكل اللي بتقابلك تخليك تغير ويندوز؟ دي اول نقطة. تاني نقطة، ازاي تحدد الويندوز المناسب لجهازك على حسب امكانيات جهازك. يعني سواء امكانيات جهازك تستحمل ويندوز 7 او 10 او 8 او 11 او 8.1 او اكس بي، او يترمي في الشارع وتريحنا من الوش، ايا كان يعني. تاني حاجة، ازاي اصلا تعرف الامكانيات نفسها بتاع جهازك، امكانيات جهازك نفسه. تمام كده. دي كده تالت نقطة. وجميع الطرق بقى اللي تعرف بيها الايه مواصفات جهازك، سواء بقى طرق بدائية او طرق احترافية. تمام، كله هقوله لك وهشرح لك نقطة نقطة فيهم، وبرضه في الانجاز مش هطول عليك. ازاي اختار النواة نفسها؟ يعني ايه النواة؟ يعني مثلا اختار البيئة ال 32 ولا 64، لان هي بتفرق. مش موضوع ويندوز بس اخده وخلاص يلا ثبت وفرمت، لا بيفرق. 32 او 64، وهل هي مربوطة بالمعالج بتاع الجهاز بتاعي ولا ماشية بالحب كده اي حاجة ثبت اي حاجة. تمام. دي كده نقطة. تاني نقطة، ايه افضل ويندوز يناسب جهازي بعد ما عرفت المواصفات والامكانيات والبروسيسور 32 ولا 64؟ خلاص كده. ايه افضل الويندوزات اللي تناسب جهازي من ناحية هل هي هوم ولا برو ولا انتربرايز ولا ورك ستيشن ولا سيرفر، ولا في حاجات كتير. فايه اللي يناسبني؟ تمام كده. وهنعتمد عامة في الشرح على ثلاث أنظمة أو ثلاث نواة. تمام. الهوم والبرو والانتربرايز، سيبك من الباقي لأن الباقي ده عايز شبكات وناس تانية كده ليها شغل معين. خلاص كده عشان برضه اختصر لك يعني. وايه الفرق بقى بين الويندوزات دي، يعني الهوم والبرو والانتربرايز؟ ايه الفرق ما بينهم؟ وهل ده مخصص لايه وده مخصص لايه وده مخصص لايه؟ تمام كده. وايه الفرق بين الويندوز نفسه ال 32 وال 64؟ ومقارنة بالمواصفات بتاع جهازك. تمام كده. كل الحاجات ديت بإذن الله هنعرفها. زائد عليهم ايه الفرق بين المواصفات لما يكون الهارد ديسك عندك اتش دي دي واس اس دي؟ ايه الفرق بين ده وبين ده، سواء سرعة نقل، سواء تنزيل ويندوز على ده ولا ده، واخلي ايه للداتا واحمل على ايه ويندوز، وايه اللي انا احط فيه داتا اخزنها. تمام. وايه الاسرع وايه الابطأ، وايه الفرق في السرعة؟ هل ده اسرع من ده كام مرة؟ اللي هو الاس اس دي اسرع من الاتش دي دي كام مرة؟ ايهما اخطر من التاني في نقل الداتا او في حفظ الداتا بتاعتك لفترات طويلة مثلا يعني. آه ازاي اخر حاجتين بقى، معلش طولت عليك، ازاي ابحث عن الويندوز بنفسي؟ لان انا قلت لك انا بطيخه. تمام. فانا هعمل ايه؟ هدخل بنفسي على جوجل وهكتب واشرح لك كل الحاجات دي ازاي تدخل تجيبها، واديك المصدر بتاعي. الويندوزات جاهزه قدامك، الاكس بي وال7 وال10 وال11 والجوست، سواء اكس بي 7 10 11 كله موجود. ام بي ار وجي بي تي، هديك كل الكلام ده جاهز قدامك على طول. تمام. وهخليك تبحث بنفسك عليهم وتجيبهم. تمام. واخر حاجه واخيرا، ازاي اعمل الويندوز نفسه بوت على فلاشه وازاي اثبته. باذن الله كل الكلام ده هشرحه لك في السلسله اللي احنا بدأنا فيها دي. وده كده الفيديو رقم 1. عندك اي اقتراح او اي حاجه عايزني اشرحها لك، رجاء اكتبها لي في كومنت. سلام عليكم.